قضيتنا النهاردة غريبة من نوعها، ومفيش ولا راجل يحاول ان هو يتقبلها، ولو تقبلها فهو من غير نخوة ولا رجولة، واسمه اسم تاني في المجتمع حابة اسمعه منكم في الكومنتات. جريمتنا كانت في دولة الرياض. شمس بنوتة جميلة جدا، وربنا رزقها بعيلة غنية ومرتاحة زي معظم العائلات اللي موجودة في السعودية وفي الخليج بشكل عام. شمس كانت بنوتة مدللة جدا، وأهلها كانوا بيحبوا الموضوع ده جدا، وكانوا بيتفخروا إن عندهم بنت مدللة. وهما كانوا ثقافاتهم متحررة شوية عن باقي العائلات اللي حواليهم، لأنهم كان الزوج كان كل شوية يسافر، وكمان نص حياته كانت موجودة في لندن، لأن كانت شغله التانية موجودة في لندن، الشركة بتاعته الخاصة. إما الأم، فالأم أصلا مش سعودية الجنسية، لا هي جنسيتها فرنسوية. عشان كده كانوا بيتعرضوا لشوية من التناقضات من بقية العائلات السعودية، لأنهم ما كانوش شبههم وما كانوش بيهتموا بالضوابط الشرعية اللي كانت وقتها في السعودية. كبرت شمس وعدت المرحلة الثانوية أو التوجيهي زي ما بتقول، وهناك كان كل حاجة لفت نظرها هي حاجة واحدة بس، إن هي تتجوز في أقرب وقت، لأن كانت دايما بتشوف المدرسة التانية اللي كان كلها ولاد ومدرستها اللي كانت جواها كلها بنات، وكانت دايما بتشوف وبتفكر شعور الحب ده يبقى شكله ازاي. ولذلك راحت قالت لوالدها ان هي عايزة تتجوز ومش عايزة تكمل الجامعة، وعشان هي كان سنها صغير ولسه تقريبا في اول ال 18 سنة، والدها قال لها ان مفيش مشكلة، وان اي عرض جواز هيجي هيبدأ يفكر فيه وما يمشيهوش، لانه كان متعود ابو شمس ان لانه كان متعود اي طلبات جواز بتيجي لشمس، لانها كانت فائقة الجمال وكانت بتوري ده قدام اي حد، بالذات في التجمعات بتاعت السيدات وغيره، ان هو ينفض لها وما يوافقش على الموضوع، لان بنته كانت لسه صغيرة وما كانش عايز يجوز بنته وهي لسه صغيرة بالمنظر ده، وكان دايما مستني لما تبقى في السن المناسب. ولكن هي قالت له ان هي محتاجة تتجوز، وفضل يدور لها على جواز كويس، ولكن ما لقاش، لان نص الرجاله السعوديه كان عندهم عادات وتقاليد في التفكير، وطبعا شمس كانت ما بيهمهاش ولا يعنيها نص العادات والتقاليد دي، فما كانش في اي راجل بيتقبل شمس. وحتى والد شمس كان بيقول لهم ان بنته اتربت غير بقية البنات التانية، عشان كده ما ينفعش ان انت تحكمها بالطريقة دي وتحت مسمى العادات والتقاليد. وعشان كده كان بيدور لها على حد في لندن كمان، ولكن يكون أهم حاجة سعودي ويبقى متفتح بالنسبة له. وساعتها فعلا أبو ياسمين قعد يدور لحد ما لقى العريس اللي هو نفسه فيه، أصل سعودي وكمان من عيلة كبيرة، ولكن عاش معظم حياته في لندن بسبب الدراسة والشغل، وراجل عنده شغلانات كويسة ومستوى اجتماعي يليق بأبو شمس. وشمس أول ما شافت الصورة بتاعته انبهرت بيه، وقالت إن هو عاجبها جدا، وإن باباه يعجل في موضوع الجوازة، وإن هي مش عايزة بقى فرح ولا أي حاجة زي كده، ومش لازم كل الناس تعرف. وعشان كده فعلا أبو شمس بدأ إن هو يعجل في الجوازة. وكمان الولد تاني اللي كان اسمه فهد ما كانش عنده أي اعتراض، بالذات ان اهله مش من النوع الناس اللي اصلا موافقة على الجوازة، فازاي هو كمان هيعمل فرح ويجيب عشيرته واهله وهم مش موافقين على الجوازة من الاساس. عشان كده كان موافق جدا ان الجوازة تكون من غير هيصة وزنبليطة، وقال ان هما يقضوا شهر العسل في لندن، ولكن اتجوزوا جواز اسمه جواز الميسر. واللي مش فاهم كلمة زي ايه جواز الميسر ده، معناه ان الراجل مش لازم ان هو يفضل جنب مراته 24 ساعة، يعني يحق ليه ان هو يسافر ويرجع، وده بيبقى مكتوب في الجواز ما بينهم، يعني مش جواز طبيعي هيفضل 24 ساعة جنب مراته او زي اي جواز تقليدي تاني، وده تحت ظروف شغل فهد. وفعلا ابو شمس كان موافق على حاجة زي كده، وشمس كمان كانت موافقة، وتمت الجوازة فعلا ما بينهم هما الاتنين، وقضوا سنة من احلى السنين. ولكن في ال 12 شهر كلهم ما كانش مقضي مع شمس غير 3 شهور وبس منهم. وحرفيا لما بدأ ان هو يظبط مواعيد شغله بسبب ان شمس بدأت ان هي يزعجها موضوع ان هي قاعدة لوحدها اغلب الاوقات، ودايما كانت بتقول لوالدها ان هي بدأت ان هي تتعب من القعدة لوحدها، بالذات ان والدها كان 24 ساعة مسافر، والام من ساعة ما جوزت شمس ما بقتش بتفضل قاعدة في السعودية، وبتفضل قاعدة ورايحة وجاية مع الاب.
فشمس بدأت لقت نفسها ان هي موجودة لوحدها في السعودية وبالتحديد في الرياض، قاعدة لوحدها ومش لاقية حد يأنس وحدتها. وجوزها بدأ يقول لها ان هو هيجي لها 3 ايام في الاسبوع وهيحاول على قد ما يقدر ويزود رحلاته ما بين السعودية ولندن. وفعلا الموضوع كان كويس في الاول، ولكن بعد كده الانسان ما بيكتفاش، ولقت ان شمس لا، هي عايزة اكتر واهتمام اكتر، لان جوزها بدأ يقلل الاهتمام فيها. وطبعا والدها ما كانش معودها على قلة الاهتمام خالص، وكان معودها ان هي تاخد زي ما هي عايزة وتسافر وتروح وتيجي. ولكن جوزها كان مانع السفر، وكمان بالذات لو كانت لوحدها. وعشان كده شمس لجأت لحاجة غريبة من نوعها، لجأت ان هي تسافر في مرة ولكن على بلد تانية في السعودية، وقالت له ان هي رايحة تحضر. وفعلا جوزها بعد ما هي قدرت ان هي تقنعه ان ده الوقت اللي هي هتبدأ تجهز فيه صاحبتها عشان تتجوز، وان دي صاحبة عمرها، وان هي لازم تروح تحضر مراسم الجواز من الاول. وطبعا من كتر الزن على الودان فهد وافق وقال لها ان مفيش مشكلة، ولكن تروحي وترجعي في خفية، يعني ما تقعديش عندها كتير، بالذات في الوقت ده ان هو مش هينزل السعودية طالما هي مش موجودة فيه. والوقت اللي كانت بتجهز فيه في الفرح صاحبتها كان عبارة عن شهر كامل، وهي فعلا كانت رايحة لصاحبتها اللي كان اسمها هدى. وهدى ما تختلفش عن شمس كتير، اتربت اغلب وقتها بره السعودية فما تفهمش في العادات والتقاليد، ولكن اتجوزت واحد كويس جدا. وفي الوقت ده كان لازم يعملوا فرح يكون كويس قوي ما بين القبائل التانية. وفي الوقت بتاع تجهيزات الفرح كانت شمس بتنزل مع هدى كتير جدا عشان ينقوا اللبس والديزاين والشكل وايه الحاجات اللي هتتقدم للضيوف، وحبت حاجات كتير جدا. ومن ضمن الحاجات اللي هي لفتت نظر شمس جدا هو راجل اسمه محمد. محمد كان مهندس في ألمانيا، ولكن هنا بيجي على السعودية عشان متجوز هناك ومخلف بنوتة. ولكن دايما كان بيلفت نظرها حاجة واحدة، ان مراته كانت تروح تلبس كل الصيغة اللي عندها وتفضل واقفة جنبه وهي متدفية ان عارفة ان جوزها واقف جنبها. وطبعا ده اللي شغل العين شمس جدا، لانها ناقصها وجود زوجها في حياتها وان هو يكون موجود في اغلب ايام حياتها. وهدى لاحظت الموضوع ده وقالت لها اني بتفكريش فيه لانه متجوز. ومعلومة هنا ان هدى نفسها ما تعرفش ان شمس اتجوزت، لان زي ما قلت لكم الجوازة كلها كانت بالسكيتي، وشمس كانت قاصدة ان محدش في السعودية تقريبا يعرف ان هي متجوزة، وكل حاجة حصلت بالسكيت وبالصمت التام. وهنا شمس فضلت ان هي تبص للراجل وتلاقيه لحد ما جابت عينيه، وبدأوا ان هما بطريقة ما يتقابلوا وكمان يتبادلوا ارقام التليفونات. ومن هنا شمس قدرت ان هي تعلق محمد، ومحمد فعلا اعجب بيها جدا. وعشان الشرع محل الاتنين طلب منها ان هي تتجوزه، ولكن طبعا قال لها ان هو متجوز في المرة الاولى. وشمس ما بقتش عارفة تعمل ايه، نفسها في محمد وان وجوده جنبها 24 ساعة، وكمان ان هو بيديها الحاجات اللي ناقصها منها جوزها، وفي نفس الوقت جوزها اللي مش كانتش عايزة تسيبه ابدا، وسمعتها ما بين اهلها وكمان صحابها والناس اللي يعرفوا والدها. ولكن كل ده كان قعدت تفكر فيه وقالت ان محدش يعرف ان هي متجوزة من الاساس. فعشان كده قبلت موضوع الجواز، ولكن قالت له ان احنا هنتجوز بطريقة عرفية، يعني ورقة، عشان هي مش عايزة تاخد حاجة من ممتلكاته، وان ممتلكاته كلها باسم الزوجة وكمان بنته. ايمان مش عايزة حاجة. وطبعا وقتها محمد كبرت في عينه شمس جدا وان هي مش طالباه عشان فلوسه، واتفقوا ان هو بيقعد معاها 3 ايام في الاسبوع، وهيروح لمراته التانية اللي هي الاولانية باقي ايام الاسبوع. وشمس اتفقت مع جوزها فهد ان هو لو هيجيلها فيجيلها في ال3 ايام اللي بعد اللي هو موجود فيهم الزوج الاولاني، يعني حرفيا قسمت ما بينهم الاسبوع، وفي كمان يوم هي بترتاح منهم هما الاتنين. وقد ما يبان لك الموضوع غريب قد ما هو حقيقي للاسف. ولكن بعد وقت محمد حس نفسه ان هو بيختلس حاجة مش بتاعته، وقال لها ان هو مش موافق يتجوز بطريقة عرفية او نكمل الموضوع عرفي، احنا نقلبه رسمي. وفعلا وقتها راحوا المأذون، والمأذون ده كانت شمس دفعاله من تحت لتحت وظبط موضوع الجوازة. واللي هتقولوا لي ازاي، هقول لكم اللي احنا كنا في الوقت اللي قبل ما كل حاجة تتسجل بالورقة والقلم على شبكات والكمبيوتر بتاع البيانات في السعودية. بمعنى أصح كان كل الموضوع على الورق، وكمان المأذون ما سجلش رسمي، هو كتب الكتاب بس ولكن ما سجلوش بشكل رسمي. وطبعا كل ده بسبب ان شمس ادت له مبلغ محترم. وللعلم ان المأذون ده ما كانش سعودي الجنسية.
وساعتها محمد كان فرحان بنفسه جدا، وان هو حس نفسه كده ان هو بيعمل حاجة صح، لانه عارف ان الجواز العرفي ده حاجة وحشة. وفعلا فضلوا مقضيين الموضوع ده لمدة سنة كاملة. وشمس كانت في قمة فرحتها ان هي قدرت تجمع ما بين الدفى والغنى، وكمان الجوز اللي بتحبه والزوج اللي بيفضلها. ولكن في الوقت فهد كان جاي وقعد مع مراته 4 أيام حلوين جدا، واضطر ان هو يسافر خامس يوم الصبح. وقتها فعلا لم لبسه وهدومه، لبس ساعته وسلم على زوجته وودعها، وراح عشان يركب الطيارة من المطار. والكلام اللي انا بقوله لكم ده هو كلام طالع من تحقيقات السعودية في الموضوع. ولكن قبل ما يروح المطار لقى ان الطيارة بتاعته هتتأخر كمان 3 ساعات، وكان بيته قريب من المطار جدا، تقريبا نص ساعة سواقة بالعربية بس. عشان كده قرر ان هو يرجع يقعد ال3 ساعات دول مع مراته، وقبل الطيارة بنص ساعة يبقى ننزل. وفعلا اول لما رجع لقى ان في صوت غريب في البيت، واول لما فتح الباب لقى ان مراته شمس قاعدة في حضن راجل غريب. وهنا بدأ اللي يبقى فيه مشادة ما بينهم كبيرة جدا، وكمان هما الاتنين يتعدوا على بعض بالضرب. وطبعا الصوت لم الجيران اللي كانوا معاهم في نفس الدور، وساعتها قفلوا عليهم الباب واتصلوا على رجال الشرطة. ورجال الشرطة أول لما وصلت بدأت تعتقلهم هما ال3. وساعتها فهد بدأ يقول أقواله ويقول إن هو متجوز بدي وكل أوراقه الرسمية موجودة. وفي نفس الوقت محمد طلع كل الأوراق الرسمية، وقال إن بس وثيقة الجواز المفروض ان هي تكون متسجلة، دوروا عندكم وهتلاقوها، وان هو معاه صورة من المكان اللي بيكتب فيه المأذون، وانه بيروح يسجلها بعد كده. ولكن رجال الشرطة لما بدأت ان هي تبحث عن الموضوع ده لقوا ان هو فعلا الاتنين متجوزين عند مأذونين شكل. ولكن المأذون التاني لما جابوه قال ان هو ما سجلش بسبب فلوس من شمس، وشمس قالت ان هي بتعمل كل ده بحجة الاحتياج العاطفي. وطبعا ساعتها محمد طلع جوازته باطلة، وان هما فعلا كانوا متجوزين عرفي، وهو ما يعرفش ان هي متجوزة عليه واحد. وفهد قرر ان هو يكمل عليها هي قضية الزنا، وقرر ان هو مش هيطلقها لحد ما القضية دي تخلص، لان هو لو طلقها هيقل الفرص ان هو يحصل على قضاء عادل فيها من المحكمة. اما الحكم فغير معلن. ولكن اللي اتقال ان كان الزوج الاولاني ما كانش مصدق ان مراته شمس الكيوت ان هي تقدر تعمل كده خلال 2 جواز، وهو تستغفله عادي جدا. وكمان الزوج محمد صعبان عليا لانه كان ماشي بما يرضي الله، ما كانش حابب ان هو يمشي في الاول على الجواز العرفي، وقرر ان هو يبقى شيء رسمي. ولكن كل حاجة اتقلبت، وشمس عرفت تلعب بالراجلين هما الاتنين، وتلعب بايدها حرفيا من غير ما حد يقول لها حاجة. قولوا لي انتوا رأيكم في القصة دي ايه، وقولوا لي لو في راجل ممكن يتقبل حاجة زي كده اصلا بيبقى اسمه ايه عندكم. مع السلامة. لما يكون بيت مكون من 3 أدوار وراجل واحد يعمل علاقة مع كل الستات اللي موجودين في ال3 أدوار دول، يا ترى ايه اللي حصل وايه اللي خلى الراجل ده يعرف ان هو يعمل علاقة مع بيت مكون من 3 أدوار، والبيت ده كلهم أسرة واحدة؟ سالم من أسرة حالها ميسور الحال، أبوه وارث عن أجداده أرض زراعية، والأرض الزراعية دي كمان ورثها لولاده، اللي كل واحد فيهم قسمها وأخد جزء يخصه، وابتدى إن هو يرعى فيه وكمان يعمل زرايب ويعمل كمان حظيرة للمواشي، ويبتدوا إن هم يكبروا الحاجة دي ويروحوا علشان يبيعوها. كان مخلف ولدين فوزي ومحمد. في التوقيت ده ساعة ما ورث أبوه وأخد الأرض علشان يرعاها، الولدين كانوا لسه صغيرين، وكل الاتفاق اللي كان متفق مع مراته فيه إن هو يبتدي إن هو يراعي الأرض دي ويراعي ويبتدي يكبر الأملاك اللي عنده لحد ما ولاده يبتدوا إن هم يكبروا علشان يكونوا مرتاحين. ولكن الهوا ما جاش سوا، يعني الدنيا ما مشيتش زي ما هو عاوز، ولا هو ولا مراته، لأنه في يوم من الأيام اتصاحب على واحد، والواحد ده أقنعه إن الزراعة والكلام ده كله بيجيب فلوس قليلة جدا، ولكن المشاريع اللي موجودة في المدن بالذات المدن الساحلية زي السويس واسكندرية هي دي اللي فيها التمام، وإنه ممكن إن هم يشتغلوا في تجارة السمك. ولما قال له إن هو ما بيفهمش حاجة في تجارة السمك، واللي هو من أيام جدوده وهم فلاحين وبيزرعوا الأرض وبيبتدوا إن هم يراعوا المواشي ويراعوا الطيور ويبيعوا فيهم وما يعرفوش أي شغلانة تانية غير الشغلانة دي، ولكن هو قال له إن شغلانة السمك دي شغلانة جميلة، ده بالذات بقى لما نجيب مزرعة سمك. فابتدى الراجل ينتبه له كده ويقول له:
مزرعة سمك إزاي؟ هو السمك بيتزرع؟ قال له: لأ طبعًا. قال له: بناخد منطقة كده، والمنطقة دي يعني تكون أرض، الأرض دي تكون أرض بور، ونبتدي إن إحنا نحفر فيها أحواض ونمليها ونجيب سمك صغير ونبتدي إن إحنا نربيه، زي ما أنت كده بتربي المواشي، بس شوف بقى السمك بيرعى قد إيه. طبعًا قعد مع مراته بالليل وقعدوا الاتنين يفكّروا مع بعض، وقال إن هو لازم يعمل الكلام ده، خصوصًا بقى إن هو زهق من موضوع إن هو يبقى فلاح وموضوع إنه يرعى الأرض، ودايمًا كان في خناقات مع الناس اللي بييجوا يشتغلوا عنده، فقرر إن هو يشتغل مع صاحبه. طب هيشتغل إزاي؟ هيبيع الأرض اللي عنده. وفعلًا باع الأرض اللي عنده، وما أخدش رأي إخواته ولا أخد رأي أي حد، هو أخد رأي مراته بس، بس مراته كانت عايزة الفلوس الكتير، وعايزة تأمِّن مستقبل أولادها، علشان كده وافقت على الاقتراح ده، وابتدوا فعلًا إن هو صاحبه ده يوديه يورّيه الأرض، ويشوف كمان إن في آلات عمّالة بتحفر في الأرض، الأحواض اللي هو بيكلموا عليها. وياخد منّه الفلوس ويقول له: سيبني بقى لمّا أضبّط كل الدنيا وهاجيبك كده بقى وتتفرّج على الدنيا ماشية إزاي. وطبعًا هو ما خدش أي أوراق على صاحبه في الموضوع ده، وادّى له الفلوس كلّها اللي هي بتاعة الأرض، على أساس إن صاحبه يبتدي إن هو يحفر في الأحواض ويضبّط الدنيا وبعد كده يتصل بيه. في خلال الأسبوع كان كل يوم بيكلمه وبيقول له: إحنا النهارده عملنا كذا وبُكرة عملنا كذا، وآخر الأسبوع هاجي عشان آخدك عشان تيجي تشوف إيه اللي حصل بالضبط. آخر الأسبوع ابتدى إنه يتصل بيه، لقى إن التليفون اتقفل، وأول ما ابتدى إن هو يروح البيت اللي كان مأجّره في القرية وقاعد فيه، لقى إن البيت فاضي، ولقى إن هو سلِّم البيت للراجل اللي مأجّره منّه، وكمان مراته وعياله مش موجودين في البيت. وبكده هو حَس إن الموضوع فيه خطر، وإنه بالطريقة دي ممكن يكون اتنصب عليه. طبعًا راح حرّر محضر في القسم، وقال كل اللي عنده، ولكن القانون لا يحمي المغفّلين، لإنه لمّا راح لمحامي علشان يتكلّم معاه، قال له: أنت خدت عليه أي أوراق أو إيصال أمانة أو أي حاجة زي كده؟ فرَد عليه وقال له إن هو ما خدش منّه ولا أي حاجة، فبالطريقة دي مش هيعرفوا إن هم يجيبوه، لإن كمان التليفون اتقفل وهو ما يعرفولوش مكان، هو كان مفهّمه إن هو من أهل إسكندرية، وإنه ما يعرفلوش مكان أصلًا في إسكندرية. ده كان صاحبه من زمان، وابتدى إن هو ييجي ويقعد في البلد بعد أمّا عمل له تليفون وعرف منّه إن هو ورث من أبوه. طبعًا ابتدى إن هو يرجع لمرحلة الصفر ويشتغل عند الناس، وقال لمراته إن هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن إن هو يحتفظ بيها وما يجيش جنبها هو البيت ال3 أدوار دول، وولاده بقى لمّا يكبروا هم اللي يبتدوا إن هم يضبّطوا حالهم ويضبّطوا أمورهم على أساس إن هم يتجوّزوا، ومش هيقدر إن هو يأمّنهم، يا دوبك إنه يقدر إنه يأمّن لهم لقمة العيش اللي ياكلوها، وفعلًا ابتدى إن هو ينزل ويشتغل عند الناس، بس الموضوع ده ما طوّلش كتير. لإن زعلوا على أرضه زعلوا على إن هو كان صاحب مال والمال ده اتاخد منّه فجأة كده، الموضوع ما طوّلش، لإن يا دوبك قعد سنتين في الحال ده وبعد كده اتوفّى. في التوقيت ده كانت الأولاد عندهم واحد عنده 20 سَنة والتاني عنده 21 سَنة، والبنت كان عندها 19 سَنة. علشان كده ابتدوا إن كلّهم ينزلوا علشان يشتغلوا، البنت نزلت علشان تتدرّب تمريض وتشتغل في التمريض، والأم ابتدت إن هي تجيب مكنة خياطة في البيت، وتبتدي إن هي تخيّط حاجات للناس اللي حواليها، والولدين ابتدوا إنّهم ينزلوا يشتغلوا، علشان يقدروا إن هُم يصرفوا على نَفْسهم، ولكن الولدين لقوا إن دي دوّامة ما بتخلصش، وإن الفلوس اللي بيجيبوها يا دوبك بياكلوا وبيشربوا فيها، علشان كده قرروا لمّا عرفوا إن في واحد في البلد ممكن إن هو يسفّرهم أي بلد خليجية بأي عقد، علشان كده قرروا إن هُم يجمعوا كل اللي وراهم واللي اللي قدّامهم ويبتدوا إنه يدّوه للراجل ده علشان يسافروا، وقالوا لأمهم إن هُم هيسافروا كام سَنة كده عقبال ما يضبّطوا حالهم، على الأقل يوضّبوا الشُقق اللي المفروض إن هُم يتجوّزوا فيها، وكمان يقدروا إن هُم يجهّزوا أختهم، وبعد كده ييجوا يستقروا في البلد. الأم صممت على حاجة واحدة بس، قالت لهم إن الدهب بتاعها نُصّه فعلًا هتبيعه عشان يسافروا ويشوفوا رزقهم، ولكن النُص التاني هتبيعه علشان يبتدوا إن هم يوضّبوا البيوت ويتجوّزوا قبل ما يسافروا، والأم كان هدفها في الموضوع ده إن هي عايزة تربطهم في المكان، يبقوا متجوّزين وييجوا يروحوا عليها،
ما كانتش عايزاهم إن هم يروحوا والغربة تاخدهم وما يجوش خالص. وفعلًا الأم بتبتدي رحلة إنها بتدوّر لهم على بنات الحلال، وجابت لهم بنتين موجودين عندهم في القرية وعائلات محترمين جدًا، ووافقوا على ظروفهم وعارفين إن هم هيسافروا ويكمّلوا لقمة عيشهم برّه. وفعلًا تمّموا الجوازة بتاعة الاتنين، والاتنين عملوا فرحهم في يوم واحد. وفعلًا استعدوا وابتدوا إن هم يسافروا. لمّا سافروا ابتدوا إن هم يروحوا الشغل اللي هم كانوا رايحين علشانه. وهُم في الشغل لقوا إن في واحد بيتكلّم مصري، وبيتكلّم كمان اللغة بتاعة الأرياف، فابتدوا إن هُم يتعرّفوا عليه. وطبعًا من كلامهم مع بعض عرفوا إن الشخص ده ساكن في القرية اللي جنب قريتهم بالضبط، فمن ساعتها بدأ إن يبقى في صحوبية شديدة جدًا بينهم. والشخص ده كان نبيل، بس هو مش اسم على مسمى. فابتدى نبيل إن هو يقعد معاهم وياكل معاهم ويشرب معاهم. اللي أكتر من كده كمان إن هما الاتنين كانوا مأجرين شقة وبيتقاسموا في الإيجار بتاعها. فابتدوا إن هما يعرضوا على نبيل إن هو يسلم المكان اللي هو قاعد فيه ويجي يقعد معاهم ويقاسمهم في الإيجار علشان يبقى الدنيا قليلة. عاشوا مع نبيل لمدة سنتين والدنيا كانت تمام، لحد ما جه فترة كلهم سافروا علشان يقضوا الأجازة بتاعتهم في مصر. وطبعًا راحوا بيتهم وكانوا فرحانين جدًا بيهم، بالذات الحريم اللي هم كانوا سايبينهم بقى لهم فترة كبيرة جدًا. وقعدوا مع الحريم بتاعتهم، وبعد كده قالوا لأمهم إن هم اتعرّفوا على واحد اسمه نبيل، ساكن في القرية اللي جنبهم. الراجل ده راجل محترم جدًا. وقعدوا يحكوا لأمهم، ومن كتر ما بيحكوا لأمهم راحت قالت لهم: "طب إيه رأيكم إن أنتم تعزموه؟" فقالوا إن هم هيعزموه فعلًا، وفعلًا اتصلوا بيه وجابوه علشان يعزموه في البيت. وفعلًا عزموا نبيل عندهم في البيت، وابتدوا إن هم يعرّفوه على حريم البيت، اللي هم الأخت اللي شغّالة ممرضة، والأم، والزوجتين. وقعدوا يضحكوا سهروا مع بعض، وقالوا كل اللي كانوا بيعملوه مع بعض هناك. ويا دوبك الموضوع عدّى عليه يومين، ولقوا نبيل جاي لوحده عندهم البيت. واستغربوا من مجيته، وقالوا له: "في إيه، خير، إيه اللي جابك؟" قال لهم إن هو عاوز يتكلّم معاهم. ودخل علشان يتكلّم معاهم، وابتدى إن هو يقول لهم إنه عاوز إنه يخطب أختهم. فطبعًا هم كانوا بيحبّوا نبيل جدًا، وكانوا فرحانين إن هو جاي يطلب إيدين أختهم. وقالوا له إن هم هياخدوا رأي الحاجّة، وهياخدوا رأي أختهم نفسها. وبعد كده بالليل قعدوا مع الحاجة ومع أختهم، ونبيل كان بيتمتّع إن هو طول بعرض بجمال. علشان كده الأخت وافقت على طول. والأم قالت: "طالما أنتم عارفين إن هو كويس ومحترم، تمام، إحنا موافقين." وفعلًا اتفقوا على ميعاد الخطوبة. ونبيل جاب أهله من بلده، وابتدوا إن هم يتفقوا على كل حاجة. واتفقوا إن الجواز هيكون بعد سنتين، بعد ما يخلّص التوقيت اللي ليه في السفر. بس الحاجة الغريبة إن لمّا جه الميعاد بتاع السفر اللي المفروض هُم ال3 يقطعوا التذاكر ويسافروا. فهُم كانوا معتقدين إن نبيل هيقطع معاهم التذكرة ويسافر. فلمّا كلموه قالوا له إن هُم هيقطعوا في اليوم الفلاني، قال لهم لأ، إن هو لسه هيستنى شوية. ولمّا قالوا له ليه، قال إن أبوه عيان وإنه ما يقدرش إنه يسيبه في المرحلة دي، لأحسن يكون مثلًا دي علامات من علامات الموت، ولازم يقعد معاه شوية. علشان كده هو هيأجل السفر شوية، وإن هم يسافروا، وإن هو هييجي وراهم. طبعًا ابتدوا إن هم يسافروا، وطبعًا وصّوه على بيتهم، لإن هو ما بقاش غريب يعني. والموضوع يعدّي عليه حوالي 4 شهور، و4 شهور ونبيل ما يرجعش هناك. وكل أمّا يكلموه يبتدوا إنه يقولوا له إن أنت كده بالطريقة دي العقد بتاعك هيروح. يبتدي إن هو يقول لهم أبويا أغلى من أي عقد. ولكن الأخت بتكتشف إن في حاجة غير طبيعية. إن في ناس بتوقّفها من الشارع، الناس اللي هم يعرفوها، ويقولوا لها: "أنتِ خطيبِك كان موجود هنا النهارده، إزاي يعني هو كان موجود في البيت وأنتِ ما كنتيش موجودة؟" فتخش البيت وتسأل أمها، أمها تقول لها إن هو ما جاش. فتبقى مستغربة، إزاي الناس بيقولوا إن هو جه والأم بتقول إن هو ما جاي؟ لحد ما ابتدت إن هي تحس إن في حاجة غلط في الموضوع، وإن الموضوع اتكرر من كذا حد. يعني كذا حد بيقول لها إن هو بييجي في عدم وجودها. فكانت مستغربة جدًا من الوضع ده. علشان كده ابتدت إن هي تفهّمهم إن هي رايحة الشغل، وراحت عشان تقعد عند واحدة جارتهم، والبلكونة بتاعتها كاشفة البيت بتاعهم. وفضلت قاعدة في البلكونة بس ما خلّتش حد يشوفها.
وفعلا لقت خطيبها جاي وبيخش البيت. فابتدت انها تتصل بامها بحجه اي حاجه، وتقول لها ان هي هترجع بدري يعني من الشغل. وامها قالت لها ما ترجعيش بدري، ارجعي في ميعادك. ولما بدأت إن هي تقول لها إن خطيبها ما بيجيش اليومين دول، ما قالتلهاش إن هو موجود. حست كده إن في حاجة غلط في الموضوع، علشان كده ابتدت إن هي تنزل بالراحة بعدها بفترة، وتقفل وتفتح الباب بالمفتاح بالراحة، وتخش جوه البيت. وأول ما دخلت البيت سمعت صوت ضحك بطريقة هستيرية. وأول ما دخلت الأوضة بتاعة أمها اللي كان فيها الضحك ده، لقت إن أمها هي وخطيبها الاتنين مع بعض بيعملوا علاقة غير شرعية. اللي أكتر من كده كمان، إن الاتنين اللي هم مراتات إخواتها واقفين في الأوضة التانية وسامعين كل حاجة. فلما ابتدت بقى إن هي عايزة تزعق وابتدت عايزة تتكلم، فابتدوا الاتنين الستات إن هم يمسكوها ويكتموا على بُقّها. فطبعًا استغربت من اللي بيحصل، هم بيعملوا معاها كده ليه؟ والأم ابتدت إن هي تقول لها خلّي بالِك، أنتِ لازم يتعلّم عليكِ علشان ما تتكلميش ولا نُص كلمة. اللي أكتر من كده، إن الأم خلّت إن نبيل يعمل علاقة مع بنتها اللي هي المفروض خطيبته، عشان يكسر عينيها عشان ما تقولش حاجة. فطبعًا بعد أمّا حصل الكلام ده ابتدت إن هي تنهار من العياط وتقول لهم احكوا لي إيه اللي حصل. وردّوا عليها وقالوا لها إن نبيل لَف على كل الناس اللي موجودين في البيت، يعني لَف على الزوجة الأولانية والزوجة التانية ولَف على الأم، وال3 كان بيعمل معاهم علاقة، بس ال3 ما كانوش يعرفوا. بس بعد كده ابتدوا إن هم يعرفوا إن هو على علاقة بيهم هم ال3، وكانوا موافقين وعادي. فطبعًا ابتدت إن هي تنهار وتقول له إن هو ما يجيش البيت تاني، وإنها مش عايزة إن هي تشوف وشه وإن الموضوع خلص. وبدأت إن هي تلمّح لإخواتها إن هم ييجوا، وإن في حاجة كبيرة موجودة عندهم، ولكن هي مش هتقدر إن هي تقول لهم الحاجة دي غير لمّا ييجوا. وفعلًا إخواتها بيقطعوا التذاكر وبييجوا بناءً على كلامهم، لإنها كانت بتكلمهم برّه البيت، بس مش قادرة تقول لهم في التليفون إيه اللي حصل بالضبط. وأول ما جُم ابتدت بعلو صوتها إن هي تقول لهم على كل اللي حصل، وقالت لهم الأم عملت إيه والأزواج عملوا إيه. طبعًا هم كانوا في حالة انهيار، ومسكوا زوجاتهم وبدأوا إن هم يضربوا فيهم، وكمان رموهم برّه البيت وطلّقوهم. ولكن ما كانوش عارفين يعملوا حاجة مع أمهم، أمهم اللي عملت الغلط وكمان سلّمت بنتها لنبيل إنه يعمل كده. الأم بدأت تقول لهم أنا غلطت وب يعني أعمل إيه وكلام من ده، وما بقِتش عارفة تقول حاجة أصلًا. وهُم الاتنين راحوا لابسين هدومهم وابتدوا إن هُم ياخدوا الموتوسيكل بتاعهم ويمشوا، ويروحوا عند نبيل. الأم بقى كانت خايفة على نبيل جدًا، اتصلت بيه وحذّرته وقالت له إن هُم الاتنين جايين له وإن أكيد هتحصل خناقة وفضايح جامدة جدًا. علشان كده نبيل ساب البيت بتاعه وابتدى إنه يروح لقرية تانية بتاعة واحد قريبه. وابتدوا إن هم رايحين القرية بتاعته ويسألوا عليه في كل مكان. ولكن بعد كده في واحد من الناس اللي كانوا موجودين في القرية، وأنتم عارفين يعني إن معظم أهل القرية بيبقى عينهم على بعض، قالوا إن هو راح لقرية تانية بتاعة ناس قرايبه، وفعلًا راحوا له القرية التانية دي. وأول ما فتح الباب الراجل اللي هو صاحب المكان، ابتدوا إن هم يقولوا له فين نبيل، ولكن هو قال لهم إن نبيل مش عندي. فابتدوا إن هم يضربوا الراجل ودخلوا البيت وجابوا نبيل، وضربوا نبيل بآلة حادة على دماغه لحد ما أغمى عليه. وابتدوا إن هم ياخدوه وركبوه الموتوسيكل ما بينهم هم الاتنين. فطبعًا الناس اللي في المكان كانوا شايفين الوضع ده، وابتدوا إن هم يروحوا لمكان صحراوي كده ونائي تحت شجرة، وابتدوا إن هم ينزّلوه، وكانوا حاطينه في شوال، ورموا على الشوال ده بنزين وولّعوا في نبيل، لحد ما بقى رماد وما بقاش فيه أي حاجة باقية منه. وأخدوا بعض وراحوا ماشيين. بعد كده طبعًا ابتدت في ناس تعدّي من المكان، فحسّوا إن الحريقة اللي في المكان دي في حاجة غلط. ده زائد كمان إن كان في بواقي من الهدوم. فاتصلوا بالشرطة عشان الشرطة أول ما تيجي وتبتدي إن هي تودّي البقايا دي للطب الشرعي، تعرف إن الموضوع فيه جريمة وإن كان هنا في بني آدم. علشان كده يبتدوا إن هم يمشوا ورا الموضوع، ويلاقوا إن الناس اللي في المكان
كانوا حافظين رقم الموتوسيكل بتاع الناس اللي كانوا راكبين، وكان نبيل راكب في وسطهم، ويبتدوا إن هم يجيبوا الاتنين دول. وأول ما جابوهم ابتدوا إن هم يحكوا كل الموضوع من أوله، وقالوا إن هم اللي عملوا كده في نبيل. وطبعًا الشرطة ابتدت إن هي تجيب الزوجات والأم علشان إن هم يقولوا إنه عملوا الكلام ده، ولكن الحاجة المؤسفة إن هم قالوا إن ما حصلش الكلام ده، وإن هم بيعملوا كده علشان هم متغاظين منه مش أكتر. وطبعًا بما إن هم ما شهدوش معاه، فعلشان كده الاتنين اتحكم عليهم بالإعدام. بنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.